السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مش محتاج أقول إنكم وحشتوني كتير جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. يلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن إيه وإيه اللي هيحصل فيها. بس يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا أو روايتنا بتتكلم عن إيه أو إيه اللي هيحصل فيها ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا أي حلقة جديدة أنا بنزلها من رواية عذاب أنثى أو غيره. ويلا بينا. كانت قاعدة آسيا مع جسر، وهي بتبصله وعينيها حرفيا بتلمع، لأن جسر اللي عمله يعني ممكن يكون على الأقل خلى نيران الانتقام اللي في قلبها تستريح لو شوية صغننين. بس آسيا عمرها ما تعرف إنها تنتقم من حازم، ولا حتى إنها تقف قدامه، لأنها حرفيا بتترعب منه. بس جاسر في نظرها هو بطلها. بس هو حرفيا من أول الرواية لحد دلوقتي فهو بطلها. عينيها كانت بتلمع لمعة غريبة جدا وجميلة لجسر، لأن هو بطلها وحاميها وكل حاجة. كانت حاسة ان هي مبسوطة لحد ما جه جبل وحضن مامته وقال لها شفتي جاسر؟ شفته، بس ما ينفعش، ده برضو بابا وما ينفعش تفرح فيه كده. ماشي يا ماما، بس انا كنت باجي اقولك ان انا بنام وما كنتش بنام، وكنت اروح اشوفك وبابا بيضربك. أستيها حرفيا اتصدمت وهو بيقول الكلام ده. جاسر سمع الكلام، قرب من جبل وحضنه، وآسيا كانت مصدومة جامد جدا. للأسف هي حاولت كتير جدا ان هي تبعد ابنها عن كل الحاجات دي عشان ما يطلعش معقد. دلوقتي هي حرفيا مرعوبة على نفسية ابنها. يعني جسر بجد ابنها كان كل ده قاعد هنا بيتعذب وكان بيشوفها على طول وهي بتتعذب، وراح ورا آسيا وقال لها آسيا اهدي، ما ينفعش نبعد اكتر من كده عشان خاطر آسيا سابتهم ابعد عني يا جسر. انا تعبت اوي يا جسر. انا حاولت اني مخليهوش يشوف الضرب والاهانة اللي كانت بتحصل لي. انا كنت عايزاه يكون سوي نفسيا. يا ربي معلش اهدي يا آسيا. لو خلاص دلوقتي ما بقاش في حازم، يعني تقدري ان احنا نربيه تربية كويسة. انا تعبت يا قلبي. انا 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 غبية. انا امي فاشلة قوي. الله، انا تعبت. انا ازاي عملت كده؟ آسيا اهدي بقى، انت ما كانش ليكي ذنب في كل اللي حصل. هو الحقير ده هو اللي هو اللي كان بيعمل كل ده، وهو اللي كان بيضربك. انت ما كنتش بتقولي له يلا اضربني. آسيا اهدي شوية، خليكي اعقل من كده. ابنك هيخاف عليكي كده، هو هيزعل. خلاص اللي فات مات، خلينا دلوقتي في الجديد. ما تقعديش تبصي لورا وتقعدي تلعني نفسك علشان خاطر اللي حصل ورا. خليكي في اللي جاي. تمام؟ حظت راسها بمعنى تمام. تمام يا جسر. على العموم شكرا جدا ليك على فكرة. ماشي طيب. وتوجهوا ناحية الحتة اللي فيها جبل، لكن حرفيا اتصدموا لما لقوا ان جبل مش موجود. آسيا عينيها اتسعت وجسمها بدأ ان هو يرتعش، وحطت ايديها على ودنها وهي مش مصدقة. جبل حبيبها وروحها اختفى، ما بقاش موجود. آسيا صوتت بأعلى صوتها وهي بتقول جبل. يا جبل. مش قلتلك انا امي فاشلة؟ انا مش نافعة في حاجة. يا ربي انا فاشلة. مش نافعة في حاجة خالص. يا قلبي. فضلت تمشي هي في كل حتة وهي بتنادي على جبل بطريقة هستيرية، وهي بتترعش ومرعوبة كأنها جالها حالة انهيار. هي فعلا جالها حالة انهيار بسبب ان الجبل اتخطف. حازم
يا اكيد بقى حازم. انا هوريك حازم الكلب، انا اوريك. مشيت وهي بتجري بعصبيه وبتعيط في نفس الوقت، وهي خايفه على ابنها وروحها من حازم ومن شره وقسوته. جاسر كان بيمشي وراها وهو بيحاول ان هو يهديها عشان ما تعملش قرار تندم عليه بعد كده.